السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. الحقوا يا ولاد، في شهر هناك بيجري اهو. مش عارفه في ايه، شهر رمضان عمال يجري، النهارده خامس يوم في شهر رمضان. ده احنا يا دوبك كنا لسه يوم واحد وعمالين نقولوا هنفطر ايه في اول يوم رمضان. على طول كده بقينا 5 رمضان. ايامنا بتجري والعمر بيجري، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم في ايامكم وفي عمركم. تعالوا نشوف كده مع بعض عملنا ايه النهارده فطار لخامس يوم رمضان. طبعا انتوا شفتوا المقدمة وشفتوا شوية البقدونس الحلوين اللي انا ماسكاهم دول، وتقدروا تستنتجوا انا هعمل ايه او النهاردة هنفطر ايه. دول 4 حزم من حزم البقدونس، بس هما يعني مسلوعين شوية، عايزين ياكلوا شوية ويتغذوا كده. 4 حزم انا بنقيهم. هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي. هنعمل حواوشي برا، اللي هو حواوشي اسكندراني بالعجين. معرفش، يعني انا بحس ان الاسكندرانية بس هما اللي بيحطوا بقدونس في الحواوشي، والمصراوية اللي بيعملوا الحواوشي في العيش في الفرن عندهم في البيت، اللي هما بيعملوه في العيش المستوي ده. بحس ان هو مش بيبقى عليه بقدونس، يعني معرفش بيحطوا بقدونس ولا لا، بس انا غالبا بشوفه من غير بقدونس. بعد ما نضفت حزم البقدونس وغسلتها وسبتها تتصفى، جبت بصليايه بيضة. جبت بصليايه حمرا عشان ولا البيضة تزعل ولا الحمرا تزعل. احنا ما بنحبش نزعل حد عموما، وعندي الحاجة بتحب في الطبيخ البصل الابيض عموما. انا بحب في الطبيخ البصل الاحمر، عشان برضو ايه، ما نضربش بعضينا ونتعارك في نهار رمضان ونعدي اليوم ده على خير. فاحنا هنعدل ونجيب بصلية بيضة وبصلية حمرا. اي بصل بقى عندك حطيه. مع ان برضو البصلية البيضة طلعت اكبر شوية من البصلية الحمرا، بس يلا زي بعض، احنا هنتغاضى عن الموضوع. لو عندك بقى قرن فلفل احمر من المولع ده حطيه، لو انتي بتحبي الحامي. ما بتحبيش الحامي حطي فلفل رومي. فانا هحط واحده وواحده برضو عشان ما حدش يزعل. بقدونس بقى بخرطه كده، مش ناعم قوي مش خشن قوي. ضربت بقى البصل والفلفل في الكبه ونزلتهم بقى في الطبق عشان نبتدي نجهز خلطه اللحمه. كمان كان في عركة على البصل، يعني عندي الحاجة بتحبه بصل مخرط، يعني متقطع كده متخرط بالسكينة. وانا عن نفسي انا بستسهل اي حاجة فيها استسهال، انا دايسة فيها. فانا ضربته في الكبة، فهي ايه، مش راضية عن عن البصل. بس هنعمل ايه بقى؟ يعني انا ما بحبش صراحة اخرط البصل. انا اساسا بضربه في الكبة وبيوجعلي عينيا، يعني أنا عندي حساسية من ريحة البصل، بتوجعلي عينيا على طول. المهم هقلب قلوبة بقى اللحمة مع البقدونس مع البصل. هنقلبهم مع بعض كده، والمفروض ان انا ابشر عليها ليا. بس اللي انا جيت ادور عليها في الفريزر مش لاقيها قدامي يعني. فانا هحط عليها معلقة سمنة بلدي. هي اللي هي بتكون افضل طبعا. لو في ليا عندكم ابشروها كده بالمبشرة على خليط اللحمة، هتدي طعم حلو قوي. بس احنا هنستغنى عنها وهنحط بقى معلقة السمنة البلدي. بعد كده بقى هنحط رشة من الفلفل الاسمر، وهنملح بقى الخليط بتاعنا. وبس كده هيبقى جاهز معايا. لو انتوا حابين تحطوا زيتون اخضر ده الحلقات برضو بتبقى حلوة. مش عايزين تحطوا زيتون بلاش، هي كده ما شاء الله حلوة يعني. تعالوا بقى نجهز خليط الصدق، ومحدش يقول لي اسمه سجق، لا هو اسمه صدق. هنعمل له بقى الخلطة بتاعته. طماطميتين بقطعهم كده كبير شوية، يعني بقسم النص الطماطمية على 2 كده واقطعهم. ومعاهم فلفل رومي، وفلفل حامي برضو اللي هو الاخضر الحامي. بحط قرن فلفل حامي كده برضو ايه، يدي ايه تحريشة حلوة. ورشة من الفلفل الاسمر، ورشة من الملح. عايزين تحطوا بهارات لحمة اللي هي 7 بهارات دي ماشي مفيش مشكلة، بس هو الصدوق بيبقى مبهر يعني. هقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعض. ممكن برضو احط اضافة تانية، بس انا لما جيت احط لقيت الازايز الصلاحية بتاعتها منتهية، يعني عايزين يتغيروا. عايزين حد ينزل بقى ايه يجيب غيرهم. فعبال ما ننزل نجيب غيرهم ان شاء الله بقى ايه يدينا ويديكوا طولة العمر. كان المفروض ان انا احط معلقة من دبس الرمان، معلقة من الصويا صوص، معلقة مستردة لو متاحين عندكم حطوا، بتدي برضو للخلطة طعم حلو. بس انا لقيت في حاجات خلصانة ولقيت فيها زي صلاحيتها منتهية، فانا قلت ايه ممكن نستغنى عنها مفيش مشكلة. وعادي جدا ده صاروخ يعني فمفيش مشكلة. بس هو خضني كان جامد شوية.
الصدق بقى بنقطعه كده شرايح رفيعة. يستحسن ان انتي تقطعيه وهو مجمد، تحطيه في الفريزر ساعة كده ولا ساعتين وطلعيه قطعيه، هيتقطع معاكي بكل سهولة. بصوا، هو المفروض ان انا في العادي باخد الصدق ده في طبق لوحده، والخلطة بتاعتي اللي هي الفلفل والطماطم دي في طبق لوحدها، وبحط الصدق وبعدين بحط عليه الفلفل والطماطم هناك على العيش يعني. بس عشان احنا في رمضان وما عندناش وقت طبعا ان احنا ناخد بقى نحط نرص الصدق وبعدين نروح واخدين بقى الخلطة نرصها فوق الصدق. لا، احنا هننجز هنقلبهم في بعض كده، يا دوبك ناخد كبشاية كده نحطها على الرغيف ونحط بقى باقي الاضافات عليها وخلاص على كده. ده خليط اللحمة انا فردته على العيش اهو. بحب اعمل العيش انصاف يعني انصاص كده، ما بحبش العيش اللي هو المدور وبيتحط عليه واحد فوق ده، لا انا بحبه نص كده. باخد بقى من الخلطة كده على طول، هي عليها الفلفل والطماطم وبحطها كده، بس ببططها تبطيطة صغننة كده علشان لسه هحط جبنة فوق، يعني متبقاش معايا الموضوع عالي قوي. فانا حطيت بقى الجبنة التركي او الجبنة الرومي كده من فوق، وبحط شوية من الجبنة الموتزاريلا. بحط الجبنة الموتزاريلا ما بفردهاش على الرغيف، انا بحطها في نص الرغيف كده زي ما انتوا شايفين في النص كده، وبعدين اقفل عليها. هي بقى لما بتسيح بتنتشر في المكان كله. اما لو فردتها على النص من الاول، يعني لو فردت الجبنة كده من الاول بتروح طالعة من قلب الرغيف كده، لما تيجي تسيح يعني بتنزل على الرغيف كده فما بتطلعش من جواه. فاهمين الحتة دي؟ يعني انا حبيت ان انا اوصل لكم النقطة دي يعني. بعد ما خلصت بقى، يعني اسوأ مرحلة التقفيل، ما بحبهاش خالص. زي ما انتم شايفين بوجي ده اللي عمال يبص ويمشي. بنتي دي ماسة وكانت واخدة بوجي معاها. بوجي وطمطم دول جايين معانا طول رمضان، في اي حتة هتلاقوا بوجي وطمطم معانا. بنعمل عيش بلحمة، بنشتري زبادي، بنشتري اي حاجة، رايحين في اي حتة بوجي وطمطم دول لازقين فينا كده. طبعا العباية بقى سودا، روحت بيها ما اقولكوش كأني شغالة معاهم جوه. ده انا لو شغالة معاهم جوه مش هيبقى عباية بالمنظر ده والله. المهم بقى، واحنا راجعين دخلنا السوبر ماركت، اشترينا شيبسي اللي هو ابو 3 جنيه ده، كذا طعم مختلف يعني. كل واحد بقى يختار اللي هو عايزه، لان لما بنجيب كيس شيبسي كبير وبنفتحه على السفرة بيبقى فيه عركة برضو عندنا، اللي هو انا ما خدتش وانت اخدت، لا انت خدت اكتر مني، لا انا بس خدت كام واحدة، لا انت خدت 44 الف واحدة وانا ما خدتش الا 2 بس كده. انتوا عندكم اكيد من المواضيع دي. بس عارفين انا منمرة على الكيس اللي هو بالفراخ ده، بس انا ما اقدرش اخده من الاول، يعني انا بسيبهم هما ينقوا الاول علشان ما يحصلش عركة، وانا باخد اللي بيتبقى. فالحمد لله ان هو الكيس اللي اتبقالي هو ابو فراخ اللي انا نمرت عليه من الاول. طب هو مش كفاية صواريخ بقى ولا ايه؟ مش كفاية. المهم انا خدت كيس الشيبسي، شمرت له كمامه كده، قصدي شمرت له الكيس بتاعه، حطيت بقى كيس قدامي كده، محدش طبعا يجرؤ ان هو يوصله بعينيه حتى. كل واحد بقى معاه الكيس بتاعه. بس ساعات بقى بنعمل تبادل، اللي هو تديني واحدة من دي وتاخد واحدة من دي. عارفين بقى شغل العيل بتاع الكيجي ده، بنعمله بقى احنا مع بعضينا. كان في معانا كذا مشروب متبقيين، يعني حاجات بواقي صغيرة كده، كل ازازة فيها شوية. فانا كنت برضو منمرة على اللي هي الليمون النعناع، والحمد لله محدش خدها، فانا اللي فزت بيها لان انا طبعا بحبها. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.